عندي هنا فنجان من الزيت أو حوالي 3 أو 4 ملاعق يعني. يسخن كده الزيت وانزل بالبصلة، بصلاية واحدة بس، كمان تكون يعني صغيرة أو اللي هو متوسطة بس متبقاش كبيرة. تمام. وعليها طبعا رشة الملح زي ما احنا متعودين، بتديها نكهة حلوة وفي نفس الوقت بتدبلها معايا بسرعة. أنا هنا بقى مش هدبل بس البصل، أنا هديها كمان لون كده مصفر شوية، يعني هحمرها بس مش هحمرها قوي قوي. ويا دوب كده بقى تبتدي تحمر معايا وتاخد لون حلو، هبتدي بقى أنزل بالمكون التاني، وهو ايه بقى معايا؟ هننزل هنا يا جماعة بملعقة من الثوم المفروم زي ما احنا شايفين كده. خلاص هنا كانت احمرت، وهنا هنزل بقى بالثوم ملعقة واحدة بس كبيرة، بس هطعم لي كده الحشوة قوي. وهنا الثوم بس اشم ريحته على طول، وهنزل بالمكون بقى الخطير بتاعنا يعني بطل الوصفة بتاعتنا النهاردة. بجد حاجة كده تحفة. هو ايه بقى يا جماعة؟ الفريك. ايوه زي ما سمعتي كده، متستغربيش، الفريك. طبعا بيبقى في منه الاخضر وفي منه اللي هو بيبقى مصفر شويه. انا هنا كان عندي الفريك الاخضر، وبصراحه بيبقى يعني شكله رهيب قوي زي ما شفتوه كده في بدايه الفيديو، انا بضيفه على الصينيه وطعمه يا جماعه رهيب قوي. اهم حاجه الفريك ده انا نقيته وغسلته كويس قوي ونقعته في ميه سخنه لمده ساعه، لو في ميه بارده لمده ساعتين 3 عادي جدا، بس انا نقعته هنا في ميه سخنه علشان كنت مستعجله وكنت خلاص بحضر للتصوير. تمام. طيب دلوقتي بقى انا هنا معايا مكعب من المرقه نزلت بيه، مش هنحط بهارات وحاجات حبشتكنات كتير قوي يعني، بس بصراحه المرقه هتغنيني عن حاجات كتير. نقلبه كده تقلبتين 3، وبعدين نبتدي بقى اي خضار عندك بقى في التلاجة حطيه، بس طبعا يعني فلفل، جزر، طماطم. لو مش عندك غير طماطم وفلفل اخضر بس تمام، مفيش اي مشكلة، اللي موجود عندك حطيه. وهنحط كمان معاهم ملعقتين كده من صلصة الطماطم، من معجون الطماطم الجاهز او الصلصة اللي احنا عاملينها في البيت لو مخزنة عندك صلصة. ونقلب كده، نديهم كده تقليبة لغاية ما الصلصة والخضار يندمجوا كده ويبتدوا يتشوحوا شوية مع الفريك. طبعا يا جماعة هنا الفريك مش مستوي، هو منقوع بس، فهنشوف دلوقتي هنسويه ازاي. هنجيب بقى هنا دلوقتي نبهر. انا رشيت هنا رشة بسيطة قوي كده من البابريكا ومن الفلفل الاحمر، طبعا ده شيء اساسي، وعندك بقى فلفل اسود اي حاجة. انا هنا حطيت رشة بسيطة قوي قوي معاهم من ال7 بهارات. تمام. عندك بهارات فراخ حطي، بهارات لحمة حطي، اي حاجة. شوفي بقى زي ما انت حابة تعملي الخلطة بتاعتك يبقى طعمها مدي لايه. بجد يا جماعة حلو قوي، طعمه جميل قوي قوي، جربيه حتى لو في كمية صغيرة وابتدي كده شوفي بقى طعمه ازاي. حاجة كده مختلفة وجميلة قوي. خلاص هنا قلبتهم خلاص شوية، فالبهارات والفريك والخضار والبصل والثوم كله بقى أخد من بعضه وتمكسوا كويس قوي كده. هبتدي على طول أنزل بمية مغلية، بس مش هغطي سطح الفريك كله، يعني لغاية كده زي ما انتم شايفين. انا بعد كده برضو هحتاج مية تانية، فممكن تزودوا من البداية شوية عن كده بس مش قوي، يعني ما تغطوش يا جماعة الفريك كله كأنك رايحة تعملي كده رز بقى وفوق مستوى، لا لا لا، علشان كمان الخضار ما يتبلش معاكي قوي قوي، علشان الخضار كده يفضل محتفظ كده بالتماسك بتاعه. بعد شوية بقى من الغليان جيت قلبت بالشكل ده، ورحت دقته وظبطت هنا الملح، وكمان حسيت ان لسه الفريك محتاج شوية كمان تانيين مية، فحطيت له بعدين مية وسويته كويس قوي. طبعا هحط مية زي ما قلت لكم وهغطيه. حطيت شوية مية يعني ما يتعدوش نص كوباية او ربع كوباية، على حسب ما انا حسيت انه لا هو محتاج. انا كان معايا حوالي 5 دقايق كمان ويبقى تمام. تمام كده. بصوا كده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. شفتوا بقى الطبقة اللي من فوق دي بتاعة الصوص؟ انا عايزة حشوة الفريك تكون كده، انا مش عايزاها تنشف خالص خالص، لان هي اول ما هتقعد دلوقتي شوية هتلاقي كده ايه الفريك شرب المية الزيادة دي. فخلاص انا هشيلها دلوقتي من على النار. وهنا دقت الملح بتاعها ودقت الفريك كان خلاص استوى، والملح كمان مظبوط وتمام. هنا عندي بقى 4 ملاعق من الزيت، حطيت عليهم 3 ملاعق من الدقيق. هنا ليه الزيت مش قد الدقيق؟ لان الزيت عمر ما ملعقه الزيت هتبقى زي ملعقه يعني السمنه يا جماعه.
يعني ملعقة السمنة انت بتعايري السمنة بتبقى جامدة، فمش هتبقى زي الزيت اللي سايل. واهم حاجة يبقى معاكي الخليط سايل كده علشان ما يكلكعش منك، والمضرب في ايديكي على طول شغالة بيه، النار شغالة لغاية ما الدقيق بيتحمص كده وانتي ماسكة المضرب وشغالة، لغاية كده ما احس بتحميصة الدقيق، ريحته كده طلعت، احنا مش عايزين نحروقه، اوعي تحروقيه. تمام. وهننزل على طول بالسائل بتاعنا. هنا السائل ده عبارة عن ايه؟ ده مية سلق المكرونة. تاني، ده مية سلق المكرونة. عايزة اقول لكم يعني في لمح البصر كده هتبصوا تلاقوها تقلت جامد جامد. انا ضفت هنا مكعب من المرقه ورشه بسيطه قوي من الملح واكتفيت بكده، ما حطيتش جبنه او اي حاجه. هحط الكلام ده في الاخر لان ناس كتير قوي ما بيبقاش عندها متوفر الجبنه الصيامي. تمام، خلاص انا هنا طفيت. وعايزه اقول لكم ان القوام هنا مظبوط قوي، وبعد ما جيت احط بقى في الصينيه وكده فلقيته تقل كمان زياده، فحطيته تاني على النار، ومعاه كده نص كوبايه من الميه العاديه خالص ومعاها رشه ملح، وقلبته لغايه ما تشوفوا القوام بتاعه اللي هيظهر دلوقتي. انا وشغاله بصوا، انا هنا كنت ضفت له كمان شويه تانية كده من الميه لان قوامه تقل قوي اول ما فضل شويه بعيد عن البوتاجاز. بصوا بقى يا جماعه التركايه دي، وانا على فكره بعملها حتى في البشاميل العادي لو كنت معصجه لحمه او عاملاه بفراخ او اي حاجه او نجرسكو، الحركه دي بتفرق قوي. مع البشاميل اللي بقلب فيه المكرونه بضيف كده ملعقه كبيره او ملعقه ونص كبيره كده من الخلطه نفسها. ده بيطعم المكرونه معايا، ما بتبقاش بس على ملح البشاميل او على تطعيمه البشاميل، بيبقى لونها ابيض في الاخر لاني ما بنحطش كتير، بس بتطعمها قوي، بتفرق قوي صدقوني. اعملوا بس الخطوه دي وهتدعوا لي. طيب، بعد كده بقى فردت هنا كبشه بشاميل في الارضيه بتاعه الصينيه، ما حطيتش اي زيوت يا جماعه. وبعدين حطيت نص كميه المكرونه، بعدين الحشوه الجميله بتاعتنا، حشوه ايه؟ حشوه الفريك. الفريك يا جماعه مش للحمام والبط والوز وبس، بجد جربوه هيعجبكم قوي قوي. وبعدين بقى هفرد كويس قوي الطبقة دي، وما كانتش قليلة على فكرة. انا هنا اللي استخدمته كان كوباية ونص من الفريك، لكن ما كانتش قليلة، كانت حلوة قوي. والصينية دي اللي هي مقاس نمبر 2 في الطقم البايركس اللي هو بيبقى ال3 صواني، فاللي هي دي الصينية الوسط. بعدين هبتدي بقى ان انا اضيف كمية المكرونة الباقية اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسويها كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين كده. وبعدين اخر حاجة احط بقى طبقة البشاميل. شايفين قوام البشاميل حلو ازاي؟ مش تخين قوي وفي نفس الوقت مش خفيف، يعني اتقل كده من قوام البانكيك بشوية. تمام، هنوزعه كويس قوي قوي في الصينية علشان يغطي كل حباية من المكرونة. وبعدين هنعمل حاجة من الاتنين، يا اما هنحط جبنة موتزاريلا زي ما انا حطيت، يا اما هنجيب كده ملعقة من الصلصة عليها ملعقة من الزيت واقلبهم كويس، وبالفرشة امسح الوش كده على البشاميل علشان لما يطلع يديني اللون ده، ان فيه حتت كده محمرة وحتت لا، فاهمة؟ يديكي اللون الجميل والشكل الجميل ده. دخلتها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، وبالظبط اخدت تلت ساعة وخرجتها، وعلى الشواية كان اخر 5 دقايق بس شغلت لها الشواية. وبجد يا جماعة كانت خطيرة بلونها الجميل ده والرهيب، كانت كريمي جدا من جوه كده وحلوة خالص. وطبعا لو عايزة الموتزاريلا تمط معاكي فهتكتري الكمية، انا بس حطيت علشان تديني يعني لون كده حلو للوش، لكن مش عشان عايزة مطة الموتزاريلا. فطبعا لو عايزة مطة الموتزاريلا ضيفي شوية على الحشوة قبل الطبقة التانية من المكرونة، ضيفي شوية حلوين قوي، وضيفي كمان على الوش. ودي يا جماعة موتزاريلا نباتي، ما تقلقوش، متوفرة على فكرة يعني في أماكن كتير، في السوبر ماركتات الكبيرة هتلاقيها متوفرة بكميات كبيرة. بصوا بقى يا جماعة، جميلة، طعمها بجد رهيب وكريمية. شفتوا كده احنا وبنقطعها وبنطلع القطعة الجميلة دي، عايزة اقول لكم طعمها يا لهوي على الجمال. ما تقوليش ان ده فريك اصلا، يعني حرفيا لو اولادك مش بيحبوا الفريك صدقيني مش هيكتشفوا ان ده فريك وهياكلوها. بجد طعمها رهيب رهيب قوي.